السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب فراويلة. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا بشكر اخواتي وحبايبي اللي بيدعموني باللايك والاشتراك. يا رب يدومكم في حياتي نعمة اخواتي وحبايب قلبي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وعيد سعيد عليكم وعلى اولادكم وعلى احبابكم. عيد سعيد عليكم يا حبايبي. طبعا انا بقالي فترة كبيرة ما بفتحش يا حبايبي. فطبعا قلت لا، لازم طبعا انزل عيد على اخواتي وحبايبي. احنا النهارده تالت يوم العيد، بس معلش يا حبايبي سامحوني. معرفتش انزل لكم ولا امبارح ولا اول سامحوني يا حبايب قلبي. ما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك حبايب قلبي. فراويله اختكم وحبيبتكم. هتتكلمي على ايه يا فراويله؟ معايا يا حبايبي كذا موضوع هتكلم فيه. اول ما هنبدا طبعا هبدا طبعا بموضوع طبعا ام فرحات. كانت فاتحه طبعا، بس انا طبعا مش هستنضف اذكر اسمها. كلكم عارفين طبعا يا حبايبي ام فرحات جميل. وكانت يا حبايبي عامله بس ليله عرفه، وقاعده طبعا مبدعه فيه قوي قوي قوي. خير لما اجعله خير. احنا والله العظيم ثلاثه احنا لا شفته ولا يوم الوقفه ولا امبارح. انا الفيديو قلت لهم ابعتولي بعد ما نفطر يوم وقفة عرفة، ونخلص صيامنا ونخلص صلاتنا ونخلص يعني الفروض اللي علينا، بعد كده نفضى للهيافة وقلة الأدب اللي دايرة على المنصة. طبعا يا حبايبي اتبعت لي طبعا. قلت لهم اسمي مكتوب في المحضر؟ قالوا لي ايوه. بجد؟ قالوا لي اه. قلت لهم طب ابعتوا لي الدقيقه اللي مكتوب فيها ومذكور فيها اسمي. بعتوا لي يا حبايب قلبي، لقيت طبعا اسمي محطوط يا حبايبي مع اخواتي وحبايبي في المحضر. قلت طالما انا مع اخواتي وحبايبي مش مشكله يا حبايب قلبي. خير اللهم اجعله خير. قاعدة يا حبايبي عمالة طبعا تفتق وعمالة تدعي، ويا ولاد الحرام ويا ولاد الكلب بصوا يا ولاد كذا ويا ولاد كذا ويا ولاد كذا. في ايه وانت خلاص يعني الليفل عالي قوي 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 عليكي كده؟ في ايه بالظبط؟ اهدي كده، في ايه؟ المهم قال ايه يا حبايبي؟ خير اللهم اجعله خير. قال اتقفل لها البث بتاعها، وقعد يلف 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 لف بينا يا دنيا، مرجحينا يا دنيا. طب وايه يعني؟ طب ما احنا بنفتح البثات والبثات بتلف وبيعملوا لنا ابلاغات على البثات ولا يهمنا، ولا بنطلع نشتم ولا بنطلع نسب ولا بنطلع نقل ادبنا على حد ولا بنطلع نتهم حد الاتهام الباطل اللي انت طلعتي اتهمتي فيه. اخلاص ابو رجيل. انت ما تعرفيش وما فيش اصلا يعني اثبات معاكي ان مدام اخلاص اللي ضربت لك البث. تعالي يا بنت كده، ها تعالي كده يا ام فرحات يا طرنش، لا مؤاخذه يا حبايبي، طرنش الخرا. تعالي لي يا بنت هنا عشان انت عايزه ظبطه حلوه. خدي تعالي. انت بتقولي للاخلاص ان هي قفلت لك القناه. اخلاص عمرها ما بتضر حد في قنوات، بل بالعكس. فاكره يا بنت اما طلعتش وقلت ان ام جوجو ضربت لك القناه وقفلت لك القناه، واخلاص ابو رجيله جابت لك قناه متفعله وفيها مشتركين فيها، والقناه متفعله وجابتها لك على طبق من صيني؟ فاكره ولا انت زي القطط بتاكلي وتنكري يا نكرت الجميل؟ طيب ما علينا يا حبايبي. انت عشان انت اصلا ما بيتمرش فيكي حاجه، فاحنا مش هنفتق لك ومش هنعرفك، لان انت مش بيتمر فيكي حاجه، ومعروف عنك على المنصه ان انت ما بيتمرش فيكي حاجه. ما علينا. جيتي طبعا انتوا يا ولاد الحرام، وانتوا يا ولاد الكلب، وانتوا ايه ده؟ مين يا بت؟ خدي هنا، تعالى يا بت، تعالى يا بت طرنش هنا، قولي لي مين يا بت ابن الحرام ومين ابن كلب ومين؟ تعالى يا بت. احنا قنوات النقد. على طبعا ما قالتش طبعا على مدام اخلاص زرقاء واعوانها الثلاثه اللي معاها الاربعه اللي معاها. المهم طبعا يا حبايبي اتاريها هي كمان ذاكره اسمي في الموضوع. وموزه يا بنت تعالي هنا وانا اقول لك الموزه دي هتتعمل فيكي ايه. خدي تعالي. عماله طبعا تقول يا ولاد الحرام معاكي. انت بتقولي ولاد الحرام. طب تعالي كده نقعد مع بعض كده ونشوف ونفتق ونشوف مين فينا ابن الحرام. بنت الحرام دي يا حبيبة قلبي اللي رامية أمها ما بتعرفش حاجة عنها، هي دي اللي اتقال عليها بنت الحرام. بنت الحرام اللي أبوها يجي يخبط عليها وما تفتحلوش الباب، هي دي اللي اتقال عليها بنت الحرام. بس مش احنا اللي اتقال علينا ولاد حرام، قطعي لسانك. احنا ما حدش يقول علينا ولاد حرام، لأن احنا ولاد حلال مصفي. احنا ولاد حلال مصفي.
لا رامين امنا ولا رامين ابونا ولا مستعارين من اخت ولا من اخ ولا مستعارين من ام ولا من اب. فاللي زيك ده هو اللي اتقال عليه ابن حرام، مش احنا اللي اتقال علينا ولاد حرام. اقعدي معوجه بنت واتكلمي عدل يا طرنش. ام فرحات تعالي كمان النقطه اللي بعد كده، هاتي ودك يا بنت تعالي لي هنا تعالي. قلتي يا انتوا ده انتوا انجاز، ده انتوا انجاز مره واحده. ليه؟ ده انتوا بتقطعوا في شعور بعض، ده انتوا بتموتوا بعض على الدعم، ده انتوا خد يا بت هنا. مين يا بت ده انتوا دي؟ تعالي يا بت حددي يا بت. انت مين يا بت؟ يا بنتي ده القنوات ده انا واحده من الناس واعوذ بالله من قولة انا ما بقبضش من القناه بالاربع شهور وبالثلاث شهور. يا بنت خدي هنا يا بنت مفضوحه هنا، انت مجمعانا كده وهيصه في الهيصه. خدي يا بنت هنا يا بنت، خدي هنا. مين اللي بيقطع في بعض ومين اللي بيتخانقوا مع بعض عشان الداعمين؟ خد يا بنت ما تقعدي بتكلمي كلام عدل يا بنت عشان حتى الاضيشك اللي عندك المغيبين يصدقوكي يصدقوكي. المهم طبعا انتوا يا شوية شمامين، يا شوية خمرجية، يا شوية شمامين، يا اللي بتحششوا. احنا اوبا احنا اللي شمامين؟ لا والله، والله ابدا. قطع لساني. الشمامين عندكم وبتوعات المخدرات عندكم وبتوعات الادمان عندكم، وانتوا اللي طلعتوا قريتوا واعترفتوا بلسانكم يا بت. قريتوا واعترفتوا بلسانكم يا بت. عرفتي مين فينا الشمام ومين فينا المدمن ومين فينا اللي بيشرب حشيش ومين فينا ابو كاس. ابو كاس مين يا بت؟ ابو كاس ده عندك انت، مش يحيى ابن اخلاص. قطع لسانك يا بت، قطع لسانك يا بت. اما تجيبي سيره اخلاص وعيالها حطي ايدك على راسك يا بت. اما تجيبي سيره يحيى واخلاص حطي ايدك على راسك. انا ما جيتلكيش لسه في موزه، لسه جايالك. المهم طبعا قاعده يا حبايبي مبدعه وعماله تغلط وعماله. ويا بوكاس يا زرقاء يا اللي فيكي ويا اللي عليكي وانتوا قابضين. انتوا بنت بتحزقي قوي في قابضين ليه كده يا بت؟ احنا قابضين؟ جالكوا اللصدق والفصدق. طب خدي تعالي برضو هاتي ودك يا بت وتعالي لي هنا طرنش الكيكي. تعالي يا طرنش الخرا هنا. واحنا لما طلعنا دافعنا عليكي مع عبد الله بن الكويت كنا احنا قابضين؟ قبضنا منك ايه؟ حيلتك ايه يا شحاته يا جايفه عشان احنا كنا نطلع بالقلب وبالرب ندافع عنك. احنا طلعنا دافعنا عنك ساعه موضوع عبد الله بن الكويت لما قال عليك البقره الهايجه. فاكره يا بت ولا نسيتي؟ وقلنا له لا حاسب بنت بلدنا ما يتقلهاش كده وعيب. وراجعنا عبد الله وخلينا عبد الله خلاص الراجل بقى قاعد لمحتواه، والراجل اصلا صفحه وقفلها وبطل يجيب سيرتك نهائي. كنا احنا بقى في الفتره دي قابضين منك ايه؟ قملتين من شعرك يا بت يا مأمله يا بت. احنا بنقول كلمه الحق ورزقنا على الله، بس كل واحد بيشوف الناس ها بشخصيته. كل واحد اللي فيه بيجيبه في الناس. انت عشان انت كده فانت فاكره الناس كلها زيك. هي مقبضاكوا ده بتدفع عليكوا بقى كتير كتير. جابت لكم يا بت الفستق واللصدق. لا الفستق واللصدق والحصدق تجيبوا للشحاته اللي زيك. الحوالات تكسر عينك انت بيها. احنا اللهم لك الحمد لا بتدينا حوالات ولا بتحول لنا حوالات، واللهم لك الحمد. ما حدش بيبعت لنا حوالات وما حدش ليه حاجه علينا. لكن كانت بتبعت لك انت بما انك شحاته وبما انك ان انت متسوله، فكانت بتبعت لك انت وكانت كسر عينك انت. فاهمه ازاي؟ فما تتكلمي علينا يا بت حطي ايدك على راسك واقعدي معوجه واتكلمي عدل يا بت. في حاجة كمان، انتوا بتحاربوني في الأربعة. ده أنا معايا 4 عيال بربيهم أكنهم أيتام. يا لهوي موت أبوهم وأبوهم حي يا بت. موت أبوهم. تعالوا حبايبي أقول لكم الهيصة دي والحفلة اللي هي عاملاها دي ليه؟ هقول لكم ليه. لما كنا طالعين عليها يا حبايبي في رمضان جالها دعم وجالها سوبر شات وجالها هدايا وجالها هم ما يتلم على حس ان احنا كنا بنطلع عليها. حلو؟ قولوا حلو يا حبايبي. العيد دوت محدش معبرها، مفيش ولا دعم ولا في مشاهدات ولا في زفت على دماغها. تعمل ايه يا حبايبي؟ تهرش 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 في نفسها وتروح طالعالك على قنوات النقد اللي عايزين يقفلوا البث بتاعي، دول عايزين يقطعوا اكل عيشي وعيش عيالي.
لا انت غلطانه، دخلتي في حاره سد. انت لما جيتي تلعبيها لعبتيها غلط، ما لعبتهاش صح، لان كل المنصه عارفين اخلاص ابو رجيله وريري وكل قنوات النقد لا ليهم في اذى ولا ليهم في شر ولا ليهم في قله ادب. ده احنا بالعكس احنا بنتضر، اذا كانت اخلاص وريري وترند يوتيوب وفراويله وكل اخواتنا وحبايبنا طبعا عشان ما ننساش حد، كلنا بنتضر وبيجي لنا مخالفات وبيجي لنا قرف على القناه من اشكالكم اللي ما يعلم بيها الا ربنا. فهمتي ازاي يا بنت انتي؟ يا رب يا رب بحق الليلة مفترجة عندك يا رب يا رب يا زرقاء انتي وموزة، يتحرق قلبكوا على عيالكوا وعلى أعز مليكوا وعلى قطع لسانك، قطع لسانك قطع لسانك، يتحرق قلبك انت على عيالك وعلى أعز مليكي زي ما ابتدى على عيالنا يا خسيسة يا واطية، زي ما ابتدى على عيالنا يا خسيسه يا واطيه يتقطع لسانك. وبعد الشر على عيالنا، لان احنا عيالنا لا بيظهروا على القناه ولا احنا عارضينهم على القناه عشان نتشحت عليهم، ولا احنا متسولين بعيالنا على القنوات عشان نتشحت عليهم يا خسيسه يا واطيه. بعد الشر على عيالنا. ها اما انت اتوبيسين ال 26 راكب اللي عندك، وانت الاتوبيس الكبير اللي بيحمل الحموله الكبيره، ها يا اتوبيس كبير انت. ها لما احنا ولا عمرنا بندعي على عيالك ولا بنجيب سيره عيالك لا بطيب ولا براضي، انت طالعه تدعي على عيالنا قطع لسانك. وزي ما عيالك غاليه عليك احنا عيالنا غاليين علينا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي في كل دعوه دعيتيها على عيالنا تتردلك في عيالك بحق الايام المفترجه. اتوبيسات ال 26 راكب اللي انت عماله تعلفي فيهم وعمالين يشتموا ويقل ادبهم، بدل ما ينزلوا يشتغلوا كل واحد فيهم اتوبيس 26 راكب، بدل ما تنزلي تشغليهم ويجيبوا لك فلوس، مقعداهم جنبك زي الولايه يخدموكي ويشيلوا من تحت رجلك يا منتنه يا معفنه، وانت قاعده مصننه على البث بالثمان والتسع ساعات، ومقعداهم يخدموكي يلا نروق يلا نعمل يلا نسوي، مخليه العيال عاملين زي البنات. ها بدل ما تقومي تقفلي زيك زي اي ست محترمه وتشوف شغل بيتها وتشتغل في بيتها، مقعده عيالك لقله الادب والسفاله. يا قليله الادب يا حقيره يا سافله. موزه اللي انت بتتكلمي عليها دي قطعيها على فراولتين كده، هتاخدي احلى كوبايه كوكتيل هتهدي معاكي الحرقان اللي عندك وهتهبطك هبطان حلو قوي قوي قوي. عرفتي ازاي؟ ادي موزه طلعت ردت عليكي وبردت لك النار اللي عماله تاكل فيكي، واطلعي قولي اسمي تاني ولا اطلعي كلمي كلمة تانية عليا هطلعك مسرح على اليوتيوب. بس انت عارفة انا مش هذكرك ليه؟ عشان انا عارفة ان كل ده شغل مشغول وشغل شحاتة وتسول عشان الداعمين والناس تصعب عليكي ويخشوا لك يا عيني يا حرام بيحاربوني انا وعيالي. مش هناولك كده، بس انا حبيت اديك قرصه ود واعرفك مين ولاد الحرام واعرفك مين الشمامين. وبالنسبه يا ولاد الكلب والله العظيم ما حد ابن 60 كلب الا انتي، والكلب اللي ما عرفش يربيك اللي رميكوا ومش عارف يربيكوا بس داير بس على المنصات وعلى قنوات النقد بس يتمحلس لهم وعمال بس يبعت لهم في تسجيلات، مش عارف يربي التربيه الناقصه اللي جايبها. عرفتي مين ولاد كلب؟ اطلعي اللي ادبك والله لا اطلعك مسرح. انا حبيت اعرفك مين ولاد الكلب ومين الشمامين ومين اللي بيشربوا ومين النكسين ومين الخمرجيه ومين ولاد الحرام. حلو كده، يا رب تكوني اتكيفتي يا طرنش الخرا، يا رب تكوني اتكيفتي، يا رب تهدي كده على حالك شويه. احنا مش هنعمل لك سعر عشان احنا ما بنعملش للواطي سعر، انت موسى على الارض، انت اوطى من الموسى على الارض. فهمتي ازاي؟ بس انت خدتي من وقت كتير، يا رب تكوني هديتي واتبطيتي، اديني طلعت ظبطتك وروقتك، واطلعي اتكلمي وهطلع اظبطك واروقك واشطفك عشان انت مصننه ومزنخه بياكلوا لحمي. لحم ايه؟ لحم الخنازير اللي احنا هناكله ده يا معفنه يا خنازير يا بنتي، ده انت خنزيره. لحم ايه يا بنتي اللي احنا بنطلع ناكل فيه؟ لحم الخنازير يا مزنخه يا منتنه، ده احنا بنشم ريحتك يا بنتي من بيوتنا واحنا قاعدين. قومي يا بنتي استحمي وقومي سيبك من اللايفات وسيبك من شغل الشحاته يا شحاته يا شحاته. يا رب تكوني اتكيفتي، احبك قوي انت متكيفه. يلا حبايب قلبي، معانا موضوع تاني حبايب قلبي. طبعا طلعت علينا الحاجة أمونة، طبعا كل سنة وانت طيبة يا وحش الكون ست الكل. طلع طبعا الحاجة أمونة يا حبايبي بتقول كلمتين للمتابعين بتوعتها اللي فهموها غلط. متابعينا يا حبايبي، هي كانت بتتكلم ان الغساله بتاعتها بايظه وجابت صيانه ومش هتنفع، فالمتابعين كتبوا لها انت طالعه تشحتي غساله.
فطالعه طبعا ترد على المتابعين، فبتقول لا انا مش طالعه اشحت، انا طالعه اقول لكم ان انا جبت الصيانه تعمل لي الغساله، والغساله مش نافعه. انا مش محتاجه من حد حاجه، وانا ما بشحتش، وانا ما باخدش حاجه من حد يا حبايبي. وطلعت الحاجه امونه طبعا تبرر لمتابعينها اللي هم طبعا ظلموها، بتقول لهم انتوا ظلمتوني، وبتقولوا ان انا بتشحت غساله. انا مش محتاجه، بس احنا ندوب اللي عندنا، بس احنا نستعمل اللي عندنا. ربنا يزيدك من نعيمه يا حاجة أمونة، ربنا يزيدك من نعيمه. احنا عارفين ان انت بنت أصول وبنت خير وعايشة في خير، وربنا يزيد عليكي، ويا رب يزيدك من نعيمه. احنا فاهمين ان المتابعين يعني ممكن يكون مثلا يعني فهموا كلامك غلط او حاجة. معلش يا حاجة أمونة، انت طلعتي بررتي خلاص، ما تفتحيش في الموضوع ده تاني. وطلعتي طبعا تردي على اللي بيقولوا انت عندك كام سنه عشان طالعه تقولي امهاتي واخواتي وحبايبي. بصوا حبايب قلبي، هي ممكن تكون عاملاها مقدمه، وايه يعني لما تقول امهاتي واخواتي وحبايبي؟ هي ست زي العسل ولسانها زي العسل، فبتشبه الناس بامهاتها واخواتها وحبايبها. طب ما الكل بيطلع يقول اخواتي وحبايبي وانتوا اخواتي وظهري وسندي. ف وهي يعني يا حبايبي فوتوا لها، ما تقعد لهاش على الواحده، ما تبقوش انتوا والزمن عليها. انا بتكلم الكلمتين دول للمتابعين الحاجه امونه اللي طلعوا زعلوها، عشان زعل الحاجه امونه غالي علينا، واحنا ما يهونش علينا زعلك يا حاجه امونه. ما تفوتي وعدي، وما تعلقيش على اي كلام يا حاجه امونه، ما تطلعيش تصدي وتردي. خلاص سيبي اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد. انت تعاملك مع ربنا، وانت ربنا اللي عالم باللي انت فيه، فخلاص ما تعلقيش على حد. وربنا يا رب يجازيكي خير، وانت بنت حلال وتستاهلي. انت وحش الكون، وانت اللي قاهره الكل وفارسه الكل. وبصراحه ربنا يزيدك من نعيمه يا حاجه امونه. حبايب قلبي، ده كان موضوعين، انا طولت عليكم. الفيديو طبعا بتاع ام فرحات خدت من وقتي كتير وخدت من الفيديو كتير، بس هنزل لكم فيديو تاني يا حبايبي ببقيه المواضيع. حبايبي لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.